السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في شي وطن رجعنا. كنتمنى من الله الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير وفي الاحسن الاحوال. يا ربي تستركم وتحفظكم وتعطيكم كل ما كتمناو. كما كتشوفوا معايا خوتي دابا الطريقه ديال الكاشير. عندي خوتي هنا كاس ديال الروز الكلاصي اللي كنقادو به شلايط. نضفت كاس ديال العنبه، كنقيوه كنغسلوه مزيان. انا عاد ضفتو في الكاس باش نوريكم الكميه، نكبها بلا ما نمشي عاد نغسلها. وضفت 2 كؤوس من الماء، نفس الكاس اللي كتعبروا به الروز نفس الكاس اللي كتعبروا به الماء، وكتخليوه يطيب الروز حتى كيتشرب داك الماء ديالو. المقياس نيشان، ما تحتاجوا تزيدوه، ما تحتاجوا تنقصوا منه الكميه ديال الماء اللي عطيتكم. عندكم هنا خوتي نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الابزار، شويه ديال الحار، نصف معلقه ديال الملح، وكذلك الكمون ما كاملاش نص معلقه، غير ربع معلقه ديال الكمون. عندي اخوتي هنا واحد 3 ديال الفرماجات مربعات، يمكن لكم تضيفوا حتى 5. هاد الفرماج تيعطي واحد المذاق ممتاز. الكاشير ديالنا، الكاشير اخوتي كيجي حسن ديال الزنقه، المليون في المئة، وتيجي اخوتي طبيعي كيف ما كتشوفوا. درت واحد 200 غرام ديال الدجاج، وضفت التوابل وضفت الفرماج، وغادي نطحن العناصر مع بعضياتها حتى كتجانس ليا مزيان. كطحنوها اخوتي بواحد الهجوار، هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى كيطحن داك الصدر ديال الدجاج، كيتجانس لينا كيطحن مزيان. عندي هنا 3 البيضات بالحجم يكون كبير. عندكم البيض بالحجم صغير تضيفوا 4 ديال البيضات. انا هاد البيضات راه بالحجم الكبير. الحجم الا كان متوسط ديال البيضه ولا كان صغير غتضيفوا خوتي 4 ديال البيضات باش تيجيكم المقياس تيجيكم مضبوط، وتيجيكم الكاشير ناجح 100%. عندي اخوتي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الفينو، ديك اللي تيكون قريب السميده الرقيقه كاع. المهم الدقيق الفينو ضفت معلقه كبيره، معلقه واحده. غادي نضيف داك الكاس ديال الروز اللي سلقت من بعد. من الاحسن اخوتي الروز ما تضيفوش الروز يكون هو سخون، الروز يكون بارد، يطيب الروز ويبرد. باش الا درتو الروز سخون مع البيض، راكم عارفين البيض الا قاستو السخونيه شنو كيدير، غيطيب لكم قبل ما يطحن. ضفت هنا نصف كاس من الزيت، وغادي نولي اخوتي نطحن العناصر ديالي مزيان حتى كتجانس ليا كتجانس ليا مع بعضياتها. كيدخلوا دوك التوابل مع داك البيض اللي ضفت في الاخير. نتوما اخوتي كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش تيجي صراحه زوين، تيجي لذيذ بزاف والله البنات، حتى كيجي لذيذ. بخصوص هاد الكاشير اللي تناخذ من الزنقه انا بعدا ما كيعجبنيش، والخطر ديالي كيهرب منه. وفاش تنقطع داك الكاشير اخوتي بيني وبينكم تلقى فيه تيبان ليا بحال داك الريش رقيق. شنو كيديروا فيه العلم لله، واش كيديروا فيه الدجاج ببريشو، واش المهم العلم لله الله اعلم. المهم ما تيعجبنيش هذاك الريش اللي تنشوف فيه رقيق، الخاطر ديالي كيهرب منه. ضيفوا خوتي هكا الكاشير في الدار، تقدروا تضيفوه بشويه اللحم، تقدروا تضيفوه بالدجاج، تقدروا تضيفوه بلا والو، تقدروا تضيفوه ما ديروا فيه لا دجاج ولا لحم، ضيفوه غير هكا بشويه ديال الفرماج والروز وديروا سميتو وصافي، وراه تيجيكم واعر. مازال نشارك معكم ان شاء الله الكاشير اقتصادي، ما فيه لا دجاج لا لحم لا حتى شي حاجه، ديال الناس اللي تيكونوا مساكن، المهم الناس اللي دراوش، المهم حتى حنا دراوش. المهم غير كنحاولوا نشوفوا الحاجه اللي ديما كتكون اقتصاديه، والحاجه اللي كتكون ساهله في التحضير ديالها
بالنسبة بخصوص المرأة المسكينة اللي كتكون عليها الضغط ديال الكوزينة، الضغط ديال تربية الوليدات، خاصها ديما نبقى تنحاول اخوتي تنجيب لكم الحويجات اللي تيكونوا ساهلين وتيكونوا اقتصاديين وما تياخذلكمش واحد الطاقة من الجهد ديالكم وتيوجدوا في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف، والنتيجة كتكون ممتازة وكتكون رائعة، كتكون صراحة يا سلام. فاش غتجربوا اخوتي صراحة راه غتشكروني عليه، كيستحق التجربة، تيجي صراحة رائع. كيف ما شفتوا اخوتي بعد ما طحنت العناصر كاملة ضفت الزيتون. انا ضفت شريت 5 دراهم ديال الزيتون بلا عظم صافي وضفتها في الكاشير ديالي. والزيتون اخوتي تيبقى اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه الاختيار تيبقى ليكم، تقدروا تضيفوه بلا زيتون. اللي ما كيعجبوش المذاق الزيتون ما يديروش، واللي يزيد عليه الزيتون يدير الزيتون. وبخصوص اختي اللي غادي يضيف الزيتون في الكاشير يكون عنده واحد السكين يكون ماضي باش كتجي تقطعي الكاشير ديالك كيهبط، تيجي صراحه مدرج وتيجي زوين. ديما الا درتو الزيتون في الكاشير ديالكم السكين يكون عندكم ماضي، تمضيو السكين ديالكم باش تقطعوا الكاشير، باش فاش كضربي في ديك الزيتونه هكا باش ما يتفتت لكمش الكاشير. وكنضيفوها اخوتي في واحد السلوفان، ضروري اخوتي من هاد السلوفان باش يجيكم الكاشير بحال ديال الزنقه في الشكل ديالو، ما نقولكمش في مذاقو ولا في الجوده ديالو، غير في شكله. حيت هو راه كيجي قلت لكم حسن ديال الزنقه مليون في المئة، وكتاكلوا الماكله طبيعيه وكتعرفوا شنو درتو فيه. والدجاج راه كتكوني اختي الكريمه مرقداه في الملحه والحامض ومغسول ومستقطر مزيان وكتضيفيه كيف ما كتشوفوا السلوفان اخوتي ضفتو على 2 المرات، درتو المره الاولى كيف ما شفتوا معايا وضفت المره الثانيه ولويت فيه السلوفان مزيان باش ما كيطرطق ليكمش داك السلوفان، باش كيطلع مع داك الصهد ما كيطرطق لكمش. والنسبه فاش تعقدوا هاد العقده ديال الجناب ما تزيروهاش بزاف، حيت راه فاش كيطيب كيضاعف الحجم ديالو شويه. صراحه اخوتي هاد الكاشير تعطيكم واحد الكميه اللي هي كثيره وطيطيه لكم اقتصادي. فاش تجربوها اخوتي ما تنساونيش من لايك ومن لي بارطاج مع الاهل والاصدقاء. البنات اللي مشتركين ليا في القناه وكيتابعوني الدار داركم، راكم عارفين اللي كاين وراكم كتجربوا معايا اخوتي الوصفات وعارفين الخدمه ديالي كيفاش دايره. البنات اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم اخواتاتي ومية الف مرحبا. ديروا واحد الاشتراك باش اي فيديو حطيتو على القناه كتوصلوا بيه كيطلع لكم وكتوصلوا بكل اي جديد حطيته على القناه. وكنتمنى من الله ما تنساونيش من لايك لي مهمه وكومونتير محفز باش نزيد نعطي ان شاء الله باذن الله. بالتشجيع ديالكم اخوتي باش نقدر تحفزوني وتشجعوني ونعطي ما اكثر ونعطي ما احسن ونزيد نعطيكم ان شاء الله اكثر من هذا الشيء ونعطيكم احسن من هذا الشيء. والله يجعلنا ان شاء الله في المستوى يجعلنا خفافين على قلوبكم والهلا يحشمنا اخوتي. من بعد ما كيف ما كتشوفوا عطاني 2. الثانيه اخوتي لويتها بنفس الطريقه ديال الاولى بنفس الطريقه باش تلوي، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. وغادي نعاودوها في واحد الكاغيط ديال الفران اللي كيدار في الفران وكيدار في كلشي، اللي كنغطيو به الدجاج ونغطيو به سميتو راكم عارفينه، كاغيط الومنيوم. هاد الكاغيط اخوتي ضروري ما تضيفوه، ما تيكونش غالي بزاف. راه كدير الكبيره كيكون فيها 30 متر، كدير واحد 260 ديروا بها الكاشير وتبقى لكم تخدموها في بزاف ديال الحوايج. بصراحه هاد الكاغيط الومنيوم تيحتفظ على ديك السلوفان باش ما كيتحرق ليناش. وانتم اخوتي كيف ما كتشوفوا غنجيبوا واحد الكسكاس، الكسكاس هو اللي معني بالامر ديال هاد الكاشير. غادي نضيفو اخوتي غادي يتفور، غادي ندير فوق منه واحد نغطيه من الفوق بواحد الغطايه، نغطي الكسكاس ديالي وصافي وغادي نخلي الكاشير ديالي يطيب
حتى فاش كيطيب كنطفي عليه وتنحيد الكاشير ديالي خوتي تنخليه يبات في الليلة، تنخليه حتى تيبرد، كتهبط هاديك الحرارة ديالو، ما كنهزوش من الكسكاس نيشان ونديه للثلاجة، لا تخليو الكاشير ديالكم حتى الحرارة كتنزلو تيبرد شوية، ومن الأحسن بغيتو تخليوه واحد ساعتين وتقرضوه، راه الاختيار تيبقى ليكم، من الأحسن تخليوه يبرد مزيان. أنا كنت صايبته في العشية يعني تقريبا في الليل صايبته صافي حطيته واحد شوية غيبرد وخصني عاد باش نقرضو خصني باش نصور خصني صافي حطيته هكاك في الثلاجة حتى للصباح وعاد هزيته باش نقرضو لكم باش تشوفوا الشكل ديالو خوتي كيفاش تيجي صراحة رائع ولا أروع. والله يا البنات إلا كيجي كيحمق تيجي زوين بزاف، إلا جربتوه غادي تقولوا لي الله يرحم لك الوالدين. كنتمنى من الله تجربوه وراه ساهل في التحضير ديالو ما غاديش ياخذ لكم الوقت بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هاد شويه ديال ال- الكاشير اللي دلع عليا شويه في السلوفان من الجناب ضروري ما غادي يدلع لكم شويه في الجناب ماشي مشكل كنحيدو هذيك القشره ديال اللي كتكون لصقات لينا في السلوفان كنحيدوها، ولكن هي ديك ما كتعنيش باللي راه ضيعت لينا الكاشير ديالنا تيبقى داير ضريرجات. كيف ما كتشوفوا خوتي قررت غير وحده خليوها في الثلاجه هكاك بالسلوفان ديالها بالكاغيط الومنيوم حتى كتساليو الاولى ونديزو الثانيه، كنقدمها خوتي بالصحه والراحه.